جسمك هو سلسلة مترابطة زي ما شرحنا في فيديوهات كتير. لو عضلات الحوض ضعيفة زي ما قلنا قبل كده، زي عضلة الجلوتيوس ميديوس، لو الركبة بتلف معاك لجوه، القدم بتلف لجوه، والانكل يبقى في وضع خطر. يعني انت بتعالج الانكل وسايب السبب اللي فوقه. فالغلطة الكبيرة انه حتى لو الألم اختفى، الإصابة ممكن تتكرر تاني بسبب انه المستقبلات الحسية دي حصل فيها خلل، او الأربطة التأمت في الوضع اللي هو اوفر ستريتش، يعني الأربطة التأمت في وضع مرخي، فده أدى إلى انه المفصل ما عادش فيه ثبات. طيب نتكلم بقى على التشخيص. مش كل التواء في الكاحل محتاج MRI. طبعا انت بتروح لدكتور العظام، بيطلب منك أشعة على حسب، طبعا في عندنا حاجة اسمها أروا أنكر رولز، على أساسها الدكتور بيحدد إذا كنت محتاج تعمل اكس راي ولا لا. لو في اشتباه في كسر، يعني في أماكن معينة بيبقى فيها وجع، بيبقى التحميل على الوزن صعب، في معايير معينة كده مش هندخل فيها. وطبعا في بعض الناس بتحتاج تعمل أشعة رنين مغناطيسي اللي هي الMRI، وده طبعا بتستخدم في حالات الألم الشديد جدا، أو لو شكينا في إصابة شديدة جدا في الأنكل. لكن الطبيعي إنه بيتعمل أشعة عادية على الأنكل لو كان في اشتباه في كسر.